طبعا لجهابذة الكورة اللي بيفهموا كورة قوي ومتمكنين، خصوصا الاجيال الجديده دي اللي هي بتتفوق على اي حد في الدنيا يعني. والاجيال الجديده من الاعلاميين كمان، بسم الله ما شاء الله، يعني فاهمين في كل حاجه. بسم الله ما شاء الله، يعني الله اكبر. فاهمين في الطب وفاهمين في الكوره وفاهمين في الهندسه وفاهمين في كل حاجه يعني. وان احنا لعيبه على قدنا، وان احنا ما لعبناش دولي كتير، وان احنا ما بنفهمش حاجه وهم اللي بيفهموا كل حاجه. لما يكون عندك نادي اسمه النادي الاهلي، تمام، وعندك نادي اسمه الزمالك، وعندك نادي اسمه الترجي، وعندك نادي اسمه سان داونز، وعندك نادي اسمه الوداد، وعندك نادي اسمه الرجاء، وعندك نادي اسمه اتحاد العاصمه، وعندك نادي اسمه شباب بلوزداد، وعندك نادي اسمه الاتحاد الليبي، وعندك نادي اسمه الهلال السوداني والمريخ السوداني، وعندك انديه كتيره في افريقيا. خلاص؟ يعني ايه انجاز؟ ايه الانجاز اللي ممكن تعمله وتقول عليه ده انجاز، وانت يخرب بيتك عملت اللي ما يعملوش فلان او علان؟ بتيجي تقيم السكواد بتاع كل واحد في الانديه دي، تشوف السكواد بتاعه وامكانيات اللعيبه، واللعيبه دي بتلعب منتخب ولا ما بتلعبش، يعني منتخب بلادها بيلعبوا في منتخب بلادهم ولا ما بيلعبوش، والقدرات الماليه لهذا الفريق، والشعبيه والجماهيريه وكل ده. فما نيجي نقول للنادي الاهلي، النادي الاهلي تصنيفه في افريقيا ايه؟ النادي الاهلي نمره واحد في افريقيا. النادي الاهلي اكتر فرقه فيها لعيبه منتخبات، ده في كاس العالم تقريبا كمان اللي جاي ده. النادي الاهلي عنده 5 فروع، مش نادي كوره بس، ده نادي اجتماعي، والاشتراك في النادي ب 700,000 فلوس، بسم الله ما شاء الله، كتيره جدا. وعندك 5 اجانب بيتقاضوا سنويا اكتر من 10 مليون دولار غير اللي اتدفع فيهم. خلاص؟ ده غير اللعيبه المصريه. عندك اغلى لاعب في مصر خد افضل لاعب من المنافس اللي هو احمد سيد زيزو في ذاك الوقت، بعد 6 سنين وكان هيبقى اسطوره بتاعه، خدت احمد سيد زيزو وضمته ليك. وجبت اشرف بن شرقي واحد من نجوم الزمالك، امام عاشور واحد من نجوم الزمالك. خلاص؟ جبت كل اللعيبه دي، وجبت احمد رضا من ناشئ الزمالك، جبت يعني دخلت في كل حاجه. خلاص؟ انت دلوقتي لو خرجت من البطوله وانت احسن واحد في افريقيا، لو خدت البطوله ده انجاز، يعني انت تفوقت على فرق. اتحاد العاصمه فيها كام لعيب في المنتخب اللي هو خسر الزمالك ده؟ شباب بلوزداد نفس القصه. الترجي فيها كام لعيب في المنتخب دلوقتي وهو خسران الدوري السنه دي؟ تمام؟ الرجاء والوداد فيهم كام لعيب في المنتخب؟ غير بقى السنغال ونيجيريا وكده، كل دول ما لهمش اي قيمه اساسا في القاره السمراء، يعني مفيش فرق في القاره السمراء. جنوب افريقيا سان داونز اللي خد البطوله السنه دي خسر الدوري على ارضه من اورلاندو اللي بالمناسبه كان الجهابذه المفهوميه جابوا ريبيرو اللي ما عندوش اي سي في، وقال لك اصل طلع اورلاندو الثاني وخد الكاس. يا ابني اورلاندو طول عمره الثاني. اورلاندو ده يعني الفرقه رقم 2 في عندهم شعبيه كبيره، بس فرقه رقم 2 في جنوب افريقيا. 6 سنين صن داونز بياخد البطوله. اول ما مشي ريبيرو راح النادي الاهلي، المدرب اللي جه مكانه خد الدوري من صن داونز. تمام؟ وهل من المنطق ان انت تجيب ريبيرو ب 30,000 دولار في جنوب افريقيا تديله 150,000 دولار ليه؟ هو كان واخد دوري ابطال افريقيا، واخد الكاس، واخد دوري الجنوب افريقي، وعامل انجاز غير طبيعي عشان تجيبه 4 اضعاف مرتبه في اورلاندو، ويجي يضرب مين؟ يضرب الاهلي اللي هو احسن فرقه في افريقيا الاكثر شعبيه. فانت ما تيجي تقول لي انجاز ايه؟ انت احسن فرقه في افريقيا، انت احسن لعيبه في افريقيا، انت اقوى سكواد في افريقيا، انت اعلى قيمه سوقيه في افريقيا، انت اكتر فريق عنده لعيبه في المنتخبات، انت اكتر لعيبه عنده لعيبه اجانب بيلعبوا في المنتخبات بلادهم، اليو ديانج ومحمد علي بن رمضان ويوسف بالعمري وقبلها علي معلول واسامه ابو علي عندك كل دول. طب انت عايز ايه؟ اما بتخسر البطوله سنتين متتاليتين انت عايز ايه؟ يعني انت بتقول لي ان انت اعظم فريق في الكون. طيب ماشي، اما تيجي طبيعي ومنطقي ان انت تاخد البطولات، ما انت احسن فرقه. لكن لما تيجي بقى تقول لي فرقه زي الزمالك دي ما عندهاش حاجه خالص،
قفل كده 18 وتريقه على الزمالك وتريقه على فرقه الزمالك وعلى لعيبه الزمالك وفرقه على قدها وفرقه ما عندهاش حاجه خالص وما فيش فلوس واداره مش ناجحه واداره فشلت والاداره اللي قبليها بتقطع في الاداره اللي بعديها وفرقه واسمه ده وفرقه على ما تفرج ومعتمد جمال جاي بعد 2 مدربين فشلوا ومعتمد جمال ما بياخدش ربع اللي بياخده يعني ربع ايه خمس اللي بياخده ياستروب وما اعرفش ايه وخد الدوري. يبقى مين اللي يتقال عليه ناجح؟ مين اللي يتقال عليه ناجح؟ في وسط الحرمان والظروف والاداره اللي مش ناجحه والاداره اللي ما وفرتش اي حاجه للفرقه واللعيبه ما بتاخدش فلوسها وعندك ولا لعيب بيلعب في منتخب مصر ماتش روسيا ولا لعيب بيلعب اساسي وتاخد الدوري. يبقى مين اللي ناجح ومين اللي فاشل؟ مين اللي ممكن تتريق عليه؟ يا جهابذه الكوره يعني. صباح الفل.